قرية جحالة. هذه القرية التي أول ما تطل عليها تقع عينيك على روعة قممها الجبلية التي تراها من أكثر من جهة، فموقعها الجغرافي المرمي بين جبال شاهقة ووعرة منحها مكانة جميلة لتتفرد بالاستواء النوعي ذات الشكل الهندسي البديع بين طوق من الجبال المتلاحمة، لتكون على قدر كبير من الحماية والأمان. فزائر جحالة يشعر بلمسات جمالية فائقة في شكلها المعماري المتقارب، والذي نتج عن تقارب المجتمع وتلاحمه وروح الأخوة وتعاطفه. ففي العمق من هذه القرية تجد حياة من لون آخر، إنها حياة الاجتماع والجماعة، ابتداء من الشعائر التعبدية في إقامتهم الجمعة والجماعة في مسجد واحد، لترسم لنا لوحة جمالية من التلاحم والترابط الأخوي، مرورا بالعادات والتقاليد ذات اللون المتميز بنكهات فريدة راقية، وحتى انتهاء بما يتعلق بحلول مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية. ففي موسم الخريف مثلا، والذي تحتضنه قرية جحالة في هذه الأيام، من الله عليهم بأمطار غزيرة لتبعث لهم حياة ذات أبعاد جمالية، إنها حياة الأرض مع الاكتساء الأخضر. لا شك أننا نعيش حياة جميلة في هذا الموسم الذي حط رحاله هنا ليحول القرية إلى قطعة خضراء جميلة تأسرك بجمالها السحري وطبيعتها الخلابة. كما تتمتع قرية جحالة بمدرجات زراعية كثيرة ذات شكل هندسي بديع منحتها مكانة فريدة في تنوع أشجارها وثمارها. فلشجرة البن المكانة الأولى في الاهتمام والرعاية الكاملة، كما تحتضن الزروع الموسمية باهتمام كبير وخصوصا في هذا الموسم، إضافة إلى شجرة القات وغيرها من الأشجار المثمرة. ويبقى لهذه الأيام رصيد المتعة إلى جمال الطبيعة وروعة المنظر. وفي جمال عاداتها وتقاليدها نحط رحالنا، فمع خلق التعاون تكون لنا وقفة. فقرية جحالة تتهيأ لعرس جماعي كبير، 20 عريس وعروس، لتسمو المعالم الاجتماعية إلى العلياء شامخة، ويبقى التعاون والتراحم شعار لهذه القرية. وبالرغم مما تتميز به هذه القرية من جمال طبيعي وإنساني، إلا أنها تعاني من غياب الخدمات الأساسية، الطريق والكهرباء والتعليم والصحة لا تزال في غيابة الجب، وأحلام منتظرة. هذا الغياب المتعمد للخدمات الأساسية جعلتها منعزلة عن كل ما وصل إليه العالم من الرفاهية والتقدم، وأظهرت حجم المعاناة الجسيمة التي يعاني منها المواطن في هذه القرية. لله درك يا قريتي، فمنك كان للثورة فداء، وسيبقى شوق قلبي لك ينبض. قريتي كم لك في قلبي مكانا. أحمد الرازقي، حصريا لقرية جحالة.